حضرتك استاذنك بس رجع معانا تاني الاستاذ عبد الله غراب رئيس الشعب العام المخابز. اهلا بسيادتك معانا. اهلا بيك يا فندم. حضرتك ايه مشكله المخابز التي تفاقمت الاسبوع الماضي ودعوى الاضراب الاسبوع المقبل؟ وطبعا يعني بس انا طبعا الاستاذ عبد الستار عشره معاك وده راجل استاذنا يعني. العفو يا حاج عبد الله. احنا نسمع يعني حضرتك بما انك ممثل انت شعبة خبير المخابز في هذا المجال اكتر مني. اتفضل يا فندم. القصه بالظبط يعني احنا طبعا دراسه رغيف العيش دي تكلفه معمول بيها من سنه 2006، وطبعا كنا بنطالب بتكلفه رغيف العيش من فتره 2006 واحنا النهارده في 2013. والتكلفه دي اللي هي العناصر اللي هي بتستخدم في صناعه رغيف العيش، بدءا من الخامه او الخامات المستخدمه. نمره 2 ده عنصر، وعنصر العماله، والعنصر الثالث هامش الربح اللي هي تحت مسمى تكلفه الانتاج. يعني هذه التكلفه معمول بها من سنه 2006. طالبنا سنه 2000 واحنا بنطالب، وفي عقد كان بيننا وبين وزاره التموين يعني يعاد النظر في هذه التكلفه مره كل سنه على الاقل. لما جينا سنه 2010 وكان وجود السيد دكتور علي مصلحي وبدانا تنفيذ دراسه التكلفه ووصلنا الى ارقام، فطبعا يعني اتت الثوره وانتظرنا. سنه 2010 و2011 وجانا الدكتور جوري عبد الخالق وبرضه الراجل حاول قدر الامكان، ولكن يمكن الظروف الاقتصاديه والوقفات يعني انتظرنا برضه ايضا لحد ما جاء المهندس ابو زيد محمد ابو زيد وزير التموين. قال يا اخوانا احنا عايزين نفكر في منظومه او نفكر في اداء يعني يوصلنا كلتنا لاهداف يعني محدده. اللي طرحنا عليه تحرير المنظومه دي على اعتبار ان صاحب المخبز او القطاع يتولى انك يعني كوزاره تعرض او تطرح مناقصه وتقول لي عايز الرغيف اللي انت عايزه ايه، شكل الرغيف، وزنه ايه، قطره ايه، نوعيه الاستخراج بتاعه ايه. طب ايه الازمه بقى؟ وصلت ليه بقى الازمه؟ نعم، وصلت ايه بقى الازمه؟ يعني هل لم تصل مع الحكومه لتكلفه الخبز المناسبه لاصحاب المخابز؟ لا هي مش الفكره، هي انا بشرح لك. طبعا كان هناك مساحه من الوقت وعايز تعرف سبب الازمه. انا اتفضل يا فندم. لكن الازمه كلها ممكن اردها لك في كلمتين. يعني كنت عايزها في كلمتين نقول لك والله احنا من سنه 2006 واحنا 2013 لا اتفضل. وبعدين جينا ننفذ المنظومه، فاحنا تكلفه الشويه اللي عايزه المطلوب 120 جنيه، هم طبعا الحكومه عايزه تدفع 80 جنيه. فطبعا الامر لا يستقيم ما بين التكلفه اللي هي معمول بيها او التكلفه اللي هم فرضنا. نمره 2 كيف تستقيم ان انت بتديني ديك حر بسعر الاقتصادي واغلى منه، وبعدين النهارده انت بتستلم منه منتج نهائي وبعدين تعمل لي عقد فيه بنوده. احد البنود ان انا يعني لو كان هناك في مخالفات في المواصفات تدفع ثمن الدقيق اللي انت استلمته تاني، لو كان هناك عجز في الاوزان تدفع مرتين ضعف مش عارف ايه واقفل لك يعني احكام وحاجات كلها المفروض ما تبقاش موجوده. ليه؟ لان انا النهارده اصبحت انا الديك ده انا اللي بتحمل مسؤوليته وبتحمل تبعياته، وانا بقدم لك منتج نهائي. اذا انت بتاخده مني وتبيعه بالسعر المدعم للمواطن، طالما يبقى انت حكومه ما بتتحمليش كل المعوقات التي تسبق المنتج النهائي دي بتاعتي انا، فما تجيش تحاسبيني. لكن الحساب بيني وبينك تقول الاتي: المنتج ده صالح وتمام، يبقى احنا بنستلمه منك بالسعر اللي يتم الاتفاق عليه، وانا ابيعه بالسعر للمواطن بتاعي بالسعر الاجتماعي، اديهوله ببلاش، اديهوله ب5 صاغ، اديهوله ب10 صاغ، ايا ما كان الرقم اللي الحكومه عايزه تحدده، وانا اخد السعر الاقتصادي بتاعي اللي انا اشتغلت بيه، يبقى لا ضرر ولا ضرار. يوم النهارده الرغيف اللي انا بقدمه لك ما عجبكش يبقى انا اتحمل مسؤوليته واتحمل تبعياته. لكن مساله لا عايزه سخره ولا عايزه قهر ولا عايزه تحرير محاضر ولا عايزه مشاكل ولا عايزه اي حاجه خالص. كل ده اللي احنا بنرجوه وهي دي اسباب المشكله. طب والسولار برضو كان احد اسباب المشكله؟ طبعا الغاز والسولار. نعم؟ الغاز والسولار كانوا احد اسباب المشكله؟ الغاز والسولار. يعني الغاز والسولار ده برغم ان احنا النهارده
تقسيم صفيحه السولار ب 22 جنيه في التكلفه. انا النهارده بجيب صفيحه السولار ب 40 جنيه وب 35 جنيه، وبرغم عن ذلك بنلف طول الليل بعربياتنا الملاكه على محطات البنزين عشان نجيب من هنا جركنين ومن هنا 3 ومن هنا 5 عشان تصبح الفرن تطلع عيش، برضه حرصا على المواطن بصرف النظر بقى يعني اي التزام. احنا التزامنا مع المولى عز وجل، لان المواطن ده ما ليش ذنب في اللي بيحصل، وده التزام ادب. اصحاب المخابز، اصحاب الموقف النبيل الشريف على مدار تاريخ مصر، لا حرب وقفوا ولا ثوره جادوا ولا مظاهرات تعبوا ولا اي حاجه، الناس كلها كانت متخندقه في البيوت واحنا كنا بنجري في الشوارع عشان نطلع عيشه الناس تاكل، وما حسسناش مواطن على ارض مصر ان في يوم من الايام في نقص في رغيف العيش. في النهايه يبقى احنا النهارده يعني هم اللي بيدفعونا للي احنا فيه النهارده. يعني لما تيجي تكلم وزير النهارده يقول لك هو كده ومفيش غير كده، عاجبك عاجبك مش عاجبك مش عاجبك. طب يا سيدي متشكرين، انا بقى يعني انت عاديك عندك وتشتغل واعمل اللي انت عايزه واحنا نوفر على نفسنا الكلام ده. طبعا اسلوب القمع هو الارهاب والكلام والغش والتدليس، اعتقد ان المفروض الكلام ده بقينا يعني احنا ايه في حل عنه. يعني طب حضرتك هل في ادراك هيكون؟ لازم لغه الخطاب تتغير، ولازم لغه الخطاب يبقى فيه حوار، ولازم الناس يبقى فيه اخذ وعطاء، ولازم نحترم ادميه الناس ورؤيتها وفكرها، والناس اللي هي واقفه بتشتغل وبتكافح. يعني بلاش يعني لما تيجي تقول لي النهارده انا اشغل عامل عندي يقف على قدمه بال10 ساعات 13 ساعه ويقول لي اديني 30 جنيه اديني 25 جنيه، هل برضه ده معقول؟ هل هذا يبقى مقبول؟ طب يعني استاذ عبد الله في اضراب الاسبوع المقبل ولا لا؟ في اضراب للمخابز الاسبوع المقبل ولا لا؟ يوم الاحد الجاي؟ لا. في ايه في الحد الجاي؟ كانوا بيقولوا ان هناك اضراب للشعب العامه للمخابز يوم الاحد الجاي. لا يا حبيبي احنا وكان هناك نيه لتصعيد الامور، كان المفروض بدءا من النهارده والايام اللي جايه، لكن هو تدخل طبعا يعني السيد رئيس الدوله بعد السيد رئيس الاتحاد العام لما بعت وقال احنا لا تعامل مع وزير التموين، وبعت لرئيس الدوله. الحقيقه برضو سياده الرئيس بعت خطاب او باتصال للسيد رئيس الاتحاد العام والاستاذ احمد الوكيل، وكان في لقاء مع السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الماليه ووزير التموين، كل الوزراء، وحضرنا معاهم وحضرنا مع وزير التموين، ووصلنا في نهايه المطاف ان ترجع هذه العمليات لمده 15 يوم لدراسه هذه الامر. احنا ما بنقولش يعني 15 يوم احنا واخدين المهله دي عشان يعاد النظر في تكلفه رغيف العيش، يعاد النظر في العقد اللي هو مطلعاه، لان العقد ده شريعه المتعاقدين، وانا طول عمري اتعلمنا وعارفين العقد ده ليه اركانه، واركان هذا العقد يعني معروفه، لازم يبقى فيه قبول ولازم يبقى فيه رضا واتفاق. لكن انت عشان تقعد بينك نفسك تسطر عقوبات وتسطر بتاع، اين شريك المسؤوليه معاك؟ ده انا اللي هنفذ مش انت. وبعدين احنا هنمشي بنظام السخره ولا اكتب ما يملى عليك، ولا ما تلاقيش كل الكلام ده مرفوض، دي سياسه مرفوضه. وبعدين احنا لينا برضو يعني مستحقات حدود 400 مليون جنيه عند الوزاره لحد النهارده، اللي هو فرق سعر السولار والحافز برضو بقالنا 6 شهور ما صرفناش. هل يستقيم الامر وانا بلف طول الليل على السولار عشان وهكذا؟ يعني في امور كثيره وامور يعني كان يعني الناس بدات تدير ظهرها للحوار، فطالما ان لغه الحوار انتهت اعتقد يبقى في لغه ثانيه غير لغه الحوار. اتمنى ان تستمر لغه الحوار. بنشكر سيادتك على هذا الايضاح الحقيقه الهام. دكتور عبد الستار، اثار كثير من النقاط الاستاذ عبد الله غراب حضرتك علق لنا بقى عليه. يعني هو مش احنا ابتدينا اول مره نطالب باعاده تكليف الرغيف من سنه 2006، ده من الثمانينات واحنا بنطالب باعاده تكليف سعر الرغيف لغايه ما توصلوا في 2006 على التكليف. من بعدها برضه ما كانش مرضي، بيطالبوا باعاده تكليف سعر الرغيف. اعاده التكليف يعني نحسب عناصر التركيبه بتاعته، العناصر كلها ارتفعت، الغاز ارتفع واللي بيشتغل بالغاز، السولار ارتفع اللي بيشتغل بالسولار، العماله ارتفعت، الملح ارتفع، الميه ارتفعت، الكهرباء ده زادت، كل ده زاد، ولا يمكن يبقى هو هيستمر بنفس التكاليف، لازم يعاد التكاليف كل فتره. هنا الحكومه ملتزمه انها عاوزه تبيع الرغيف ب5 قروش، يبقى هل هتبيع الرغيف ب5 قروش واللي يتحمل فروق الزياده كلها صاحب المخبز؟ ما ينفعش. انت الحكومه عاوزه تبيع الرغيف ب5 قروش، وان كنت انا بشوف ان الموضوع ده ما عادش معقول دلوقتي ان يبقى فيه 20 رغيف بجنيه، بينما الناس بتاخده يعني ارخص من علف الحيواني.
اي حاجه هياخدوا يستخدموا اي استخدام. طيب الحكومه لاسباب سياسيه مش عاوزه تزود سعر الرغيف، عاوزه يستمر بهذا الثمن، يبقى هتضطر تزود رقم الدعم، لانها هتضطر تزود يعني تصرف اكتر علشان ما يتحملش صاحب المخبز. النهارده الحل اللي بيتعمل كويس لو الحكومه قدرت تنفذه. صاحب المخبز ملوش دعوه، هو بيستلم كميه دقيق وبياخد تكاليف تشغيل الشوال كذا، تحسب له تكاليف تشغيل الشوال ويعاد النظر في هذه التكاليف كل فتره عشان يشوف انا النهارده انا عشان اشغل شوال 100 كيلو واطلع منه 1000 رغيف وشويه مثلا، هيكلف كام كهرباء وكام عماله وكام ملح وكام ميه وكام ايجار الى اخره، وكام الايادي اللي بتتداوله، هيكلف 100 جنيه 200 جنيه زي ما هيكلف. يبقى اقول لصاحب المخبز ادي 10 شوله وادي ثمن تشغيلهم، وتسلمني في النهايه كذا رغيف، اخر اليوم تسلمني كذا رغيف، او على مدار اليوم تسلمني كذا رغيف. ومن زمان احنا بنطالب بفصل الانتاج عن التوزيع. بالظبط. لانه هو بيحط، هو بينتج، ما تعرفش انتج كام رغيف، خد 10. لازم العمليه اصلها يعني مغريه، ان انا بديله شوال ب 15 جنيه ولا ب 16 جنيه ويقدر يبيعه في السوق ب 300 400 جنيه. وبعدين ما دام ما فيش رقابه وشايف نفسه بيخسر، لازم هيسرب شويه من الشويه بالظبط دي عشان من الباب يغطي الوراني. تكلفته. لا يمكن هتقدر توقف. بالظبط. لكن ظبط المسائل وخلي الراجل ما يخسرش. وفي الحاله دي لما يبقى يطلع رغيف بقى تقطع رقبته، في الحاله دي هو مش هيطلع رغيف بره او كيلو دقيق بره. انت بتقول له انا بسلمك كذا شوال وثمن تشغيل الشوال قد كده، اتفضل ادي كذا الشوال وادي ثمن تشغيلهم، واستلم منك اخر النهار كذا كذا رغيف بالمواصفات 1 2 3 4. وزي ما قال الحاج عبد الله، لما يبقى يطلع له رغيف مش مظبوط يبقى ما ياخدوش منه.